إذا كنتوا بتعانوا من الجلوتين أو السيلياك أو حساسية منه، جربتوا كتير وصفات خبز وما زبط معكم، أنا بأكد لكم بضمن لكم هيدي الطريقة رح تزبط معكم من أول مرة، وطريقة كتير سهلة وما بدها شيء ومكونات بسيطة. كتير طيب تعملوا فيها ساندويش. إذا بتحبوا هيك وصفات، أنا داليا وعمل وصفات خاصة لمرضى السيلياك. بتمنى دعمكم بلايك وتشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. اول شي معلقه خميره اكيد جلوتين فري، عليهم معلقه كبيره من السكر، حطيت عليهم مي دافيه وتركتهم على جنب تقريبا 10 دقايق. استعملت هيدا الطحين، حطيت 3 كوب معلقه كبيره من بسيليوم، وفيكم تستغنوا عنه وبس بيعطي طراوه غير شكل للعجينه. رجعت حطيت عليهم الخميره ومعلقتين زيت زيتون كبار، وعجنتهم بمي سخنه ومعلقه صغيره ملح. المي السخنة أحسن لكم بالطحين الجلوتين فري، بيعطيكم نتيجة مضمونة. ريحتها تقريبا مدة ساعة، غطيتها ودفيتها. ورجعت بس ارتاحت. استعملتها قطعتها بهيدا الشكل، وانتو بقى فيكن تقطعوها كيف ما بدكن. واستعملت غطا طنجرة، او فيكن تستعملوا صحن بشكل دائري ليعطيكن شكل حلو. ونتيجة طلعت كتير طيبة. بتمنى ان تجربوها وتعجبكم، تقولولي بالكومنت اذا رح تجربوها، والف صحة.